السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اللي قبل ما غادي نبداو هذا الفيديو هذا نصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاد نبداو ان شاء الله في تفاصيل ديال الفيديو. كيف ما كتلاحظوا في الفيديو عندنا هنايا بودره ديال الثومه. غادي نقادو بودره ديال الثومه ما كتعرفوا، يعني كتشريوها غير من المحلات، اللهم تصيبوها في الدار. هنا عندي كميه من الثومه، عندي تقريبا انا تما كفايت نص كيلو، عندي 700 غرام. صافي غادي نقيها، ومن الاحسن كديروا ليغات باش ما تبقاش لكم الريحه ديال الثومه في يديكم. كيف ما كنعرفوا جميع راه الثومه مجهده. صافي غادي نقيها بهذا الشكل هذا، نجلس حتى نقيها كلها. والبنات من الاحسن غادي نتخدموا بكميه قليله، غادي نديروا غير 4 حتى وكانت قاده لكم، وغادي نزيدوا تاني كميه اخرى. انا هنا خدمت كميه كبيره، عندي 700 غرام ديال الثومه. هنا راه عييت بالوقفه وجيت جلست في الطابله باش نكملها في التنقيه. صافي غادي نقيها حتى نكملها كامله ونكمل معكم باقي المراحل. صافي بعد ما كملتها في التنقيه غنجيب هاد الكراده هادي وغادي نقطع هاد الثومه اللي عندي كلها بهذا الشكل هذا، على شكل شيبس هكا رقيقه. البنات الا عندكم هذيك لاباري اللي كديروا فيها الشيبس ديال البطاطا غادي نتخدموا بها. ما عندكمش غادي نتقطعوها بهذا الشكل هذا، تكون رقيقه، شرائح رقيقه. ما قلت لكم غادي تخدموا غير كميه قليله باش ما تغلبكمش ودغيا تكملوها. الا درتو غير 4 ديال الثومه راه دغيا غادي نتوجدوها. انا هنايا درت كميه كثيره، شدات ليا شويه الوقت، ولكن خرجت ليا كميه كثيره اللي غادي تبقى ليا مده طويله ان شاء الله. كما كتشوفوا هاني صافي كملت التقطاع ديالها، كتجي على هذا الشكل هذا رقيقه شرائح. هنا غنجيبوا الكوكوط. هاد السميده البنات رانا ديجا صايبت فيها الثومه، كنت درتها ثاني واحد النهار. غير هو المشكل اللي طرا ليا ان ديك الثومه ما كملاتش ليا سيمانه، تهرست ليا القرعه. صافي يعني ديك السميده غير سميده عاديه، رانا شو ضفت هنايا شويه ديال السميده ديال الكسكسو العاديه، غير هذيك محمره حيت شفيت ليا خدمت بها. ومن الاحسن البنات هنايا انا هاد الكميه هذه كثيره، من الاحسن تقسم على جوج. يعني اللي بغات دير كميه كثيره نص كيلو غادي دير بالنص غادي تحمروا في هاد الكوكوط هذه بهاد الطريقه. يعني ما كتحتاج لا شمس لا فران لا حتى شي حاجه، كتحمروها في الكوكوط وبالسميده ديال الكسكسو. غديروا كميه من السميده، واحد الزلافه. ومثلا كما قلت لكم هاد الكميه اللي درت انا درتها كلها. من الاحسن غادي نتخدموا بالنص تعطلات ليا شويه في التحمار حيت درت كميه كثيره، يعني كون درت غير النص دغيا غادي تحمر ليا. كما كتلاحظوا غنبقى نحرك، ما نحبسش عليها من التحراك، مره هكا نحركها حتى كلها غادي تحمر ليا ان شاء الله. كما كتلاحظوا هنا راه بدات كتلوى، شفتوا، وبدات كتاخذ شويه اللون الذهبي. نخليها حتى شفتوا معايا كتولي كلها في هذا اللون هذا ذهبي، ما نخليوهاش تتحرق. كيف ما شفتوا غنخليها حتى تولي كلها ليا هكاك اللون ديالها ذهبي. مع التحريك ما نحبسوش البنات من التحراك، حيت الا حبسنا داكشي اللي لتحت غادي يتحرق لينا. كنبقاو نحركوها صافي حتى كتبان لينا كلها تحمرات، وغادي نطفيو عليها البوطه. بنات مباشره ملي كتطفيو عليها كتغربلوها، لان ديك السميده كتبقى شاده السخونيه، غادي تبقى مازال تحمر لكم فيها. وراه ما كتكونش مقرمشه من المره الاولى، راها كتكون شويه لاويه. فاش غادي نتغربلوها هكا غتغربلوها مزيان من هاد السميده، وغادي نخليوها حتى كتبرد. البنات ملي كتبرد عاد كتقرمش
صافي كتكرم ديك الساعات يمكن لكم تطحنوها. اما هكا مازال سخونه لا، كتخليوها حتى كتبرد صافي. وهاد السميده البنات راه مازال غادي نخزنها كنخبيها في واحد البواطه، ومره اخرى ان شاء الله نخدم بها تاني ما نضيعوهاش. سمعوا لي الثومه بعد ما بردات، شفتوا كيفاش كتولي كلها مقرمشه بحال الشيبس. صافي غادي نطحنها، طحنوها هكا في الطحانه ديال العطريه كما كتلاحظوا. صافي بعد ما طحناها كتولي هكا على شكل بودر. غادي نغربلها كيف ما غتلاحظوا معايا، غير الا كان هكا شي طريف كبير غادي نحيدو، اما هذاك الشيء اللي رقيق راه غادي نرجعو نخلطو مع ديك البودره. كيف ما كتلاحظوا حيد دوك الطريفات اللي غلاط اللي ما طحنوش ليا مزيان، وهذاك الشيء اللي بقى رقيق رانا غنخلطو مع ديك البودره. من الاحسن هكا يكونوا فيها حبيبات، لانه الا كانت كلها بودر يعني منيله راه غادي تكور ليكم. من الاحسن تخليو فيها هكا حبيبات رقاقين صافي، ما غاديش تكور لكم الثومه، واخا تبقى معكم مده طويله. كما كتلاحظوا كنطحن وكنغربلها وكنحيد منها غير هذوك اللي كيكونوا طريفات كبارين ما طحنوش. كيف ما غتلاحظوا معايا تاني انا طحنت هاهي غربلتها وغنحيد منها غير الطريفات اللي كبار، اما هذوك اللي صغار غنعاود نخلطهم مع البودر. شفتوا كنحيد غير هاد الطريفات هادو اللي كبار صافي، وهذوك الحبيبات كنخلطهم مع البودر. صراحه راه عطاتني كميه كثيره اللي ان شاء الله غادي تدوز ليا مده طويله. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها ديال الثومه. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي كلها طحنتها، هذا هو القياس اللي خرجت ليا. الصراحه راه خرجت ليا كميه كثيره، هاد القرعه هذه راه كبيره ما صغيراش، راه تيبان لكم. الصراحه من الاحسن تصيبوها في الدار احسن من انكم تمشيو تشريوها. والبنات انا سبق ليا كما قلت لكم وصيبتها الصراحه ما داز السيمانه هرست القرعه صافي رميتها بكل شيء ليها. كتجي الصراحه زوينه وكتنفعكم في كل شيء. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات وبالكومنتيرات الزوينين ديالكم. الان غادي نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.